بص، هي افريقيا عايزه الاهلي بالبينالتي بقى بتاع اطهر الطاهر، بالبينالتي بتاع النهارده. هي افريقيا عايزه الاهلي. لسه اهو بنلعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بس تحس ان الرجاء لو قعد يلعب 3 ايام مش هيجيب اجوال. يعني اداء دفاعي هايل، واداره اللقاء دفاعيا من مارسيل كولر 10/10. ما تفتكرش اي هجمه خطر للرجاء غير الشوط اللي اتشط على الشناوي في الشوط الاولاني، والكره اللي اتلعبت بالعرض وطلعها مهاجم الرجاء بره جنب القايم في الشوط الثاني. غير كده ما تفتكرش. أدار اللقاء دفاعيا مارسيل كولر 10/10. عجبني جدا جدا النهارده الإعداد الذهني والنفسي لعيبة الأهلي. مفيش تنشنة، مفيش شدة، محافظين على هدوءهم. واللي ساعد على كده نتيجة لقاء الذهاب 2-0 مريحاك، مخليك تروح تلعب هناك وانت في بطنك بطيخه صيفي. نتيجه الشوط الاول تحديدا وبعد ضياع ضربه الجزاء ساعدتك ان انت تحتفظ بهدوءك. لو كانت النتيجه مغايره، لو كانت النتيجه في صالح الرجاء، كنت ممكن تلاقي بقى اضاعه الوقت من الجانب المغربي، كنت ممكن تلاقي بعض الحركات بتاعت شمال افريقيا اللي احنا عارفينها اللي ممكن تشدك وتوترك. لكن نتيجه لقاء الذهاب مع ان مفيش اي خطوره تذكر من جانب الرجاء، دي ساعدت ان لعيبه الاهلي تفضل محافظه على اتزانها النفسي والهدوء اللي هم دخلوا بيه اللقاء. يمكن العيب الوحيد او الملاحظه الوحيده النهارده اللي في اداء الاهلي التحول الهجومي. مفيش اي تحول هجومي، مفيش اي خطوره هجوميه. ما تعرفش لعيبه الاهلي ايه التعليمات اللي واخدينها لما الكره تجيلهم يعملوا بيها ايه. واللي ساعد على ده عشان نكون امنا ان نتيجه لقاء الذهاب ونتيجه لقاء الاياب مساعده كولر، فهو مش عايز يغامر. انا كده كده 0-0 وكده كده كسبان ومتفوق بهدفين، فمش عايز اغامر اطلع هاجم يتفتح خطوطي اتلب جول الماتش يتكهرب. لا، خليني محافظ على الاداء الدفاعي اللي انا قدرته ب10/10 النهارده وبكفاءه، فحافظ على النتيجه واصعد للدور نصف النهائي. تحيه لجمهور المغرب اللي ساعد فرقته النهارده بمنتهى الروح الرياضيه. ما كانش في اي خروج على النص لا من الجمهور ولا من لعيبه المغرب. هارد لك لعيبه المغرب، الرجاء المغربي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، جمهوره الكبير، مجلس ادارته، لعيبته، جهازه الفني. الصعود للنصف النهائي او دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، الف مليون مبروك.